زمن الفن الجميل، فنان ادى للسينما حياته وروحه وقلبه، خد الجوائز وخد حب الجمهور، امتعنا واسعدنا ولسه بيسعدنا الفنان القدير عمر الحريري. أستاذة في الفن، كوميديا تلاقيها، تعيطة تلاقيها، عارضة الأزياء جامدة جدا، فنانة بتقدم كل الألوان، رجاء الجداوي. مستغربين وجودها على المنصة لأن هي دايما كانت هي اللي بتقف مكاني هنا وبتقدم النجوم، هي أستاذتي وأنا اتعلمت منها كتير، وهي من نجوم الإعلام في العالم العربي. النهارده هي بتتألق في عالم الدراما بدور هانم من هوانم القصور في سمارة، نجمة الإعلام العربي سهير شمس. فنان أنا بشوف إن عنده إمكانيات كبيرة جدا ولسه زي ما بيقولوا في الجراب كتير، وهتشوفوه بشكل جديد وجميل. تحية كبيرة للفنان أحمد وفيق. الفنانة طبعا المتألقة شمس عندها تصوير، فهي جت ومشيت، بس لازم ودلوقتي اسمحوا لي اقدم لكم نجمتنا الكبيره واللي كلنا بنستناها، اللي بتسعدنا، اللي طموحها بلا حدود وادائها السهل خلاها تدخل قلوب المشاهدين بدون اي شرط. اتربعت على عرش النجوميه واصبحت من اهم نجمات السينما والتلفزيون. هي فينوس الدراما، سمارة غادة عبد الغني. العمل اللي كنت بحلم بيه من زمان، وميرسي أستاذ مصطفى محروم والكيان توت وأستاذ محمد نقل إن هم حققوا لي الأغنية دي. سعيدة كمان إن أنا أول مرة يعني هشتغل مع تلفزيون دبي، فيا رب يكون وشهم خير علينا وإحنا كمان وشنا خير عليهم. أول مرة برضه مع قناة الحياة وأنا برضه سعيدة بالتعامل ده. سعيدة بقى بكل الناس اللي عملوه موجودين معايا في المسلسل، ان انا اولا واخيرا اهم حاجه عندي الاستمتاع بالتمثيل. لما امثل قدام ممثلين كان ليهم تاريخ بحس ان انا كل مادة بحط وسام على صدري، كل مادة ببقى حاسه بالشرف اكتر. فيا رب اكون عند حسن ظنهم، يا رب نعمل عمل ناجح جدا. ومبسوطه لما انا شايفاكم قوي، بس مبسوطه ان انتم هنا. غادة عبد الغني سمارة. وجودي معكم برضه بكرر سعادتي بعملي مع الملكة الكبيرة غادة عبد الرازق، والمخرج اللي هو زميل برضه رحلة طويلة الأستاذ محمد الناظري. ونتعشم ان احنا السنه دي نقدم لكم عمل يحظى بنجاح ويحظى بقبول الجماهير زي ما قدمنا الاعمال السابقه. وعاوز اقول ان سمارة
إلى أن يظهر العمل ويشوفوه وبعدين يحكموا عليه. وشكرا. مشكلتنا الكبير الأستاذ محمد المصري. مساء الخير. أولا أنا بشكركم على الحضور، بشكر السادة النجوم النجمان الموجودين، بشكر تلفزيون دبي، بشكر الحياة إن هم ضيوف بالنسبة لسمارة، لما اخترنا كوكبة كبيرة جدا من النجوم دول كان بيقع علينا مسؤولية كبيرة جدا، لأن نص جريء ونجوم كبار وشركة كبيرة جدا بتوفر لنا كل اللي احنا محتاجينه، وطبعا المسؤولية في الآخر بتقع علينا، لأن أنا لازم أوالد كل الحاجات دي كلها وأطلعها صورة جيدة وعمل. وأرجو أن أكون عندي حسن. شكرا. هو في المسلسل بس مش هقول عليه لأنه دور خافي، يعني ما حدش يعرف غير لما يشوف المسلسل. لكن أنا بشكر جميع الحضور هنا، بشكر الأستاذ مصطفى محمد اللي هو قام بكتابة السيناريو والحلقات هي وبذل فيها جهد كبير جدا عشان يخرجها من إطار الإذاعة من إطار الفيلم إلى المسلسل التلفزيوني، إضافات كثيرة طبعا.